ايقاف مرتضى منصور من الظهور على قناة نادي الزمالك، واعلام الزمالك بيفضح نفسه بنفسه. بس ما تنساش تقرا العنوان وبعد كده تعرف التفاصيل اللي جوه الفيديو. والناس اللي بتدخل تشتم من غير ما تعرف التفاصيل جوه الفيديو، لا اعرف التفاصيل وبعد كده علق على كلامي وقول انت عايز تقول ايه. لا ومعانا النهارده كمان يعني عروض اوروبيه لاكرم توفيق، والحوار اللي دار ما بين الكابتن رضا عبد العال عن اكرم توفيق في مباراه بلجيكا محتاج ارد عليه، لكن في نهايه الفيديو برضو هيكون الرد عليه. هناخد واحده واحده وهنتكلم عن حاجه. هنتكلم عن ايقاف ظهور المستشار مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك واسباب عدم ظهوره. هنتكلم النهارده عن حاجات كتيره، وهل النادي الاهلي يعني هو السبب في موضوع عدم ظهور مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك. في ناس هتبص محنكه هتلاقي نازله في التعليقات تقول لي هيظهر النهارده ومش عارف ايه. انا بقول لك اقرا العنوان وشوف انا هقول لك ايه. النادي الاهلي اشتكى قبل كده للاعلام ان هو يعني بيحصل اساءه من قناه نادي الزمالك اتجاه النادي الاهلي ومن المستشار مرتضى منصور للنادي الاهلي. طبعا الاعلام عمل مشكله وقال لك احنا بنحقق في الموضوع، والموضوع هيحصل فيه قرار وهيحصل حاجه الفتره اللي جايه. طبعا طلع برضك المستشار مرتضى منصور ويعني في اساءه وفي حاجات حصلت كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، والناس قالت لك طالما انتوا بقى مش هتاخدوا قرار او مش هتاخدوا موقف مع اللي بيحصل احنا هنشتكي للنائب العام. قال لك ايوه احنا هنشتكي للنائب العام. وكمان عشان بس اكد لك الموضوع واكد لك ان ده السبب ان النادي الاهلي في عدم ظهور مرتضى منصور، السبب النادي الاهلي قولا واحدا على راي كابتن خالد الغندور، قولا واحدا السبب في عدم ظهور مرتضى منصور في قناه الزمالك النادي الاهلي. واحد يقول لي ازاي؟ هقول لك ان مرتضى منصور نفسه طلع قبلها بيوم بفيديو دقيقتين وقال لك هنطلع، يعني قال كلمتين كده وقال لك هنطلع نكمل بكره على قناه الزمالك. كل اللي هو عايز يقوله قال لك هنطلع نكمل بكره على قناه نادي الزمالك، كل اللي احنا عايزين نقوله هنقوله. طبعا الاهلي قدم بلاغ في المجلس الاعلى للاعلام وما ردوش وما حصلش اي حاجه وما خدوش موقف. اما قدم البلاغ للنائب العام وهيحصل موقف، وطبعا في السلطات بتتواصل مع مرتضى منصور. ويعني انا شايف ان هو السبب ان هو ما خلوش يظهر على قناه نادي الزمالك امبارح. انا شايف كده، لو حد شايف حاجه تانية يكتب لي في التعليقات. انا شايف كده من وجهه نظري وبحثت وعملت وكلمت ناس كتير وهو ده اللي انا شايفه، لان النادي الاهلي مش هيسيب حقه الفتره اللي جايه ومش هيسيب اي حاجه عشان بس الاقي محنكين داخلين زملكاويه يقعدوا يشتموني في الكومنتات وانا عارف الكلام ده ماشي. تاني حاجه بقى عندنا اعلام نادي الزمالك اللي يعني بصوا بيفضح نفسه بنفسه، اقسم بالله اعلام نادي الزمالك اللي بيفضح نفسه بنفسه الاستاذ عبد الشافي صادق. انا هسمعكم هو قال ايه، بس يعني حاجه اقسم بالله حاجه فعلا تحزن في قناه نادي الزمالك. انا مش عارف الناس دي بتفيد يعني جماهير نادي الزمالك ولا هم بيعملوا ايه على القناه. نسمع هم قالوا ايه عشان خاطر الزمالك فعلا بيدفع ثمن، او هل الزمالك بيدفع ثمن فوزه باثنين دوري وكاس ورا بعض؟ ما هو بيدفع هو كابتن. اما انا بقولك بسالك قد يفوز بالكاس الجديد. هو قد يبقى موسمين ورا بعض نادي الزمالك هتبقى مشكله ياخد دوري وكاس ودوري وكاس. لو فضل بقى عراقيل وافلام بتحصل اهي دلوقتي عشان تعرقل نادي الزمالك، وللاسف يعني ناس مش من بره الزمالك او مش المفروض ان هم يعني زملكاويه مش بينتموا لانديه اخرى، ده بينتموا للزمالك. المفروض انه بينتموا. كابتن طارق انا شعاري دايما اللي بيحب الزمالك ما يضربش نار. لكن انا شايف كل اللي خارج النادي اللي مش عاجبهم النجاحات دي بيضربوا نار. حتى اعضاء اللجنه اللي شاركت في اداره النادي لمده 6 شهور او 7 شهور ما اعرفش المده قد ايه. هو حضراتكم عايزين تشتتوا النادي ليه؟ بكل واحد كل شويه حد فيكم يطلع بيان. استاذ حسين لبيب بيطلع بيان، استاذ طارق جبريل بيطلع بيان. هو حضراتكم عايزين ايه من نادي الزمالك؟ اتفضل. هو حضرتك يا استاذ ممدوح عباس انت بتقول زملكاوي. لا انا ما بقولش، هو المفروض يبقى لو هو بيحب الزمالك حجز على اموال الزمالك ليه؟ في مشكله شخصيه بينه وبين مرتضى منصور، ما تحجز على اموال مرتضى منصور. اقسم بالله يا جدعان الراجل ده انا مش عارف ازاي شغال على قناه نادي الزمالك. طيب عبد الشافي صادق ده بيقول حسين لبيب كل شويه بيطلع بيانات وبيرد ويقول لك هي الناس هتشتغل ولا هترد عليك. هو الراجل ده يا جماعه مش رد فعل،
هو حسين لبيب ده مش رد فعل؟ مش طلع رئيس النادي بتاعك وقعد يقول انت اديت الفلوس لممدوح عباس اكتر من مرة؟ ما ترد علينا واطلع رد علينا. وقال الكلام ده على قناة نادي الزمالك، واحنا سمعنا الفيديوهات دي وانتوا كلكم سمعتوا الفيديوهات دي، والراجل طالع رد فعل بيرد بيقولك انا ما خدتش او انا ما اديتش فلوس لممدوح عباس في الفترة اللي انا قعدت فيها او السبع 8 شهور اللي هو قعد فيهم في قناة نادي الزمالك. قالك انا ما اديتش فلوس لممدوح عباس. انت ليه طالع تقول ان انا اديت فلوس؟ والورق ده جبته منين؟ هو ده كان رد يعني حسين لبيب. ويقول لك كمان طارق جبريل بيرد وبيقول بيانات. يا عم الحاج ما طارق جبريل ده برضك رد فعل، رد فعل على شتيمة رئيس النادي بتاعك. انت نفسك يا عبد الشافي صادق. على فكرة ما حدش يا جماعة يصدق عبد الشافي صادق ده خالص. ده كان شغال قبل كده في يعني في جريدة او في جريدة مش فاكر اسمها ايه، جريدة تحرير باين او حاجة زي كده. كان ناقد رياضي في 2018 وكان شغال في جريدة. الراجل ده كان منزل يعني والله العظيم انا لو فاكر، بس انا فاكر الذاكرة وفاكر اسمه بالذات الراجل ده. وقال يعني قال حاجة غريبة ايام ما كان شغال في الجريدة. قال ان شيكابالا لا يفقه شيء عن الكورة، وقال ان شيكابالا ما بيعرفش حاجة عن الكورة. وفي 2022 يعني ما بقالوش 3 4 شهور لما اشتغل بقى في قناة الزمالك قال لك ان ان شيكابالا اسطورة الكرة المصرية. وكلكم مش هتنسوا الفيديو ده بتاع اسطورة الكرة المصرية لما دوجلاس طلع يعني اتريق عليه وقعدوا يجيبوا عملوا عليها فيديوهات كتير، وطلع قال نفس الكلام ده. طب بيقول لك تاني يعني انا والله العظيم التصريح ده شغلني جدا وخلاني بصم يعني هنجن من التصريح ده. بيقول لك ايه بقى؟ لو في مشاكل بينك وبين الاستاذ مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور، طب ما تحجز على ارصدة مرتضى منصور يا حبيبي. هو الارصده دي او الحجز ده جاي ليه؟ مش الراجل ده ليه فلوس في الزمالك؟ هو ليه فلوس عند مرتضى؟ لا طبعا هو ليه فلوس عند نادي الزمالك. هو قبل كده على فكره انا هفكرك بحاجه بسيطه والناس كلها هترد عليا في التعليقات في الحته دي. انا عايز بس الناس تسمع الفيديو للاخر، الناس هترد عليا في الحته دي. قبل كده لما كان ممدوح عباس ماسك اداره نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور اشتكى نادي الزمالك وكان هيحجز برضك على ارصدته وكان ليه $500,000 والمشكله اتحلت. وابن ممدوح عباس اللي دفع الفلوس للمرتضى منصور عشان تكونوا في الصوره الناس بس يعني قبل كده ان مرتضى منصور برضك عمل حوار زي ده. يعني ده رد فعل. انت نفسك يا حبيبي ما بتقدرش ترد على رئيس نادي الزمالك بتاعك بتبقى قاعد وما بتقدرش تقول له بم. والكلام ده كان بيتقال وانت قاعد في قناة نادي الزمالك وبتبقى قاعد عامل كده حاطط ايدك على خدك وما بتردش. والله العظيم يا جماعة انا مكسوف للراجل ده سلف، مكسوف له سلف كده اقسم بالله مكسوف له سلف. طيب والعروض الاوروبية اللي جايه لاكرم توفيق، ويعني النادي الاهلي مش راضي يطلع اكرم توفيق الا لا يقل عن $4 مليون. وشبانه قال كده امبارح وناس كتير قالت الموضوع ده وقال لك قبل ما تيجي تتكلم معايا عن اكرم توفيق، اكرم الرجوله، اكرم يعني الرجوله ويعني الكلمه، قبل ما تيجي تتكلم معايا عن اكرم توفيق لا يقل عن $4 مليون. عارف يعني ايه $4 مليون؟ وخيل كده وتدورها في دماغك، الدولار النهارده ب 24 جنيه يعني حوالي يخش لهم في 100 مليون جنيه، يعني حوالي هيخش لهم في 100 مليون جنيه اكرم توفيق ويستاهلهم. اكرم توفيق يستاهلهم. لا بقى رد على الكابتن رضا عبد العال اللي بيقول لك بقى ايه؟ اكرم توفيق نفسه يلعب بدماغه مش بقوته. انا عايز افهم بس يا كابتن رضا انت ليه بتقلل من شأن اللعيبه؟ ليه بتحاول تحط على اللعيبه كده؟ ده لاعب كوره وقدر يعمل مباراه جامده جدا. الكلام ده كان بعد مباراه بلجيكا والراجل قدر يسد في المباراه وقدر يسد ورا صلاح. فانت لازم يعني تدي دفعه للاعب بتاعك مش تهدمه يا راجل. اكرم توفيق لاعب رجوله، لاعب بمعنى الكلمه، مش هيتعوض في النادي الاهلي ومش هتلاقي حد يعوضه على فكره. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. تنساش الشير واللايك، ولو مش تابعنا على الفيسبوك تابعنا على الفيسبوك. حبايب قلبي.